اليوم يا شباب لا تعتمد على أي واحد في الغربة. أنت في السعودية، أنت في أمريكا، أنت في أوروبا، أنت في الإمارات، أنت في قطر. لا تعتمد على أي واحد، حتى أخوك لا تعتمد عليه. أخوك يكون متزوج وعليه عيال وعليه أسرة، ما ناقصه، يبتلي فيك، يأكلك ويشربك في الغربة. حاول إنك تشتغل، لا تقعد جالسا يحصل لك عن عمل. هو أنت حصل، دور، اسأل، امشي على دكان، امشي على بيت، امشي على مصنع، امشي على استراحة. الله لا راد ان يرزقك في فلان بيرزقك في هذا. أصحاب المصالح موجودين في كل أنحاء العالم. أصحاب البلاد إن جلست عندهم في الغربة هم شغالين وأنت لا. الكل يروح على الشغل، وكل واحد يروح على الشغل وأنت جالس عندهم. كل واحد تكلمه: يا فلان، يا تران، يا فلان حصلت لي شغل؟ يقول لك والله ما حصلت. والله لا يكلم، لا يحصل لك شغل، ولا بيسألك عن شغل، ولا بيسأل أي شغل. الرجال ما هو حايل فيه، الرجال مكيف منبسط، يشوفك عنده يفتهن، يشوف أصحاب البلاد فكر حاله إنه رئيس. يا أخي شوفوا أصحابكم معطلين. لا تشوف هذا الرجال اللي جالس عندكم في العزبة، تحصل أهله في البلاد. أهله في البلاد لا يجادون حق كيس رز ولا دقيق، وأنت مكنوا يا ذا رزقك قريب. هذا من النوع اللي ما يحس بصاحبه. الإنسان ما يدخل السعودية إلا وقد ضاقت عليه الحياة، ضاقت عليه المشاعر، ضاقت عليه ما يستطيع فيه، ضاقت عليه في اليمن. لا عيشة، لا مرتبات، لا دوام، لا مال، لا غذاء، لا شيء. أراد أن يبيع ذهب زوجته، أراد أن يتسلف، أراد أن يجمع قرشين.